الله أكبر. أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا شوف عفاك ممتاز 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 لما دخلنا شي في الكادر طيبة الحمد لله. ما متع والدي من براهم كل شيء الحمد لله، ما مخلي لهم تخير، وعلاقته مع ماشي معايا انا، مع الامه كاع ديال البشر ديال المغرب ديالهم، وبالخصوص مع سيدنا الله ينصرو لنا والله يخليه لنا. رحيل المرحوم سي محمد معتصم شخصية وطنية بارزة ومتميزة، يعني قامة علمية معترف بها وطنيا ومعترف بها دوليا، أستاذ بالطبع في القانون الدستوري، لكن كما قلت دائما عنده حس سياسي فطري متميز اللي يسمح له باش يجمع ما بين يعني الكفاءة العلمية وكذلك المعرفة السياسية والميدانية لواقعه الوطني وواقع البلد ديالو. عشت معاه بالطبع مرحلة الدستور الجديد كباقي قيادات الأحزاب السياسية، يمكن يقول بأنه لعب دور جد متميز وجد يعني تسهيلي للوصول إلى التوافقات في إطار يعني الأفق اللي أعطاه جلالة الملك لهذا الدستور، واللي طبعا ترجمه بكفاءته العلمية وكذلك بحسه السياسي إلى دستور متقدم متميز اللي يمكن نفتخروا به اليوم. يعني إنسان ضعنا فيه لأنه إلى جانب هذا كان إنسان جد بشوش وجد منفتح، دائما ضحك، دائما نكتة، دائما. إذا كانت عنده هذه الخاصية هذه اللي سمحت له أنه يكون محبوب من طرف الجميع. ترحمه الله برحمته. الله يعني دعواتنا للعائلة ديالو بالصبر، عائلته الصغيرة عائلته الكبيرة سنفتقده، كنا نحبه وكان يحبنا، وهذه يعني قانون الحياة. اليوم نعيش تأبيناه ولكن تبقى دائما في الذاكرة. طبعا هو طبعا هذا صديق واخ يحسن التدخل ليحل هذه المشاكل كلها بين مختلف التيارات ومختلف الشخصيات. لقد فوجئت بوفاته، يعني لم أكن أعلم أنه كان مريضا قبل ذلك مدة طويلة، والآن وقد توفاه الله لم يبق لنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه ويرزق أهله الأجر والصبر. وعزاؤنا واحد، وعزاؤنا لجلالة الملك في فقدان مستشاره السي محمد المعتصم.